السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين. محتارة تفطري إيه الصبح؟ محتارة كده، عايزة تشربي كوباية شاي ومعاها حاجة كده تاكليها تكون طرية وحلوة زي ما انتوا شايفين كده. الفيديو ده شوفيه للآخر، هتستفادي منه وهتعملي زي ما أنا عاملة كده حاجة جميلة أوي. هنعمل إيه؟ هنعمل كعب الغزال أو المنين أو البنين، كل حد بيسميه اسم مختلف. المهم ايا كان هنعمله زي ما انتم شايفين، طري من جوه وهش من بره كده، وطعمه جميل جدا جدا بمقادير بسيطه مش مكلفه ومكونات بسيطه. وهو كيلو دقيق واحد هيعمل لنا الكميه الحلوه اللي انتم شايفينها دي. وكان لسه كمان في الصاج شويه كمان، هنعمل جزء بالعجوه وجزء بالملبن الساده وجزء بالملبن المحشي مكسرات. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. تعالى اقول لكم المكونات ايه. عندي كيلو دقيق نخله كويس قوي قوي، وعندي كوبايه سمنه وكوبايه زيت، عندي معلقتين سكر، معلقه بيكنج باودر ورشه فانيليا، رشه ملح، ومعلقه من ريحه الكحك. ريحه الكحك دي اختياري، بس وجودها بيدي طعم وريحه حلوه قوي لكعب الغزال او المنين. عايزه تستغني عنها براحتك، تقدري كمان تحطي ينسون، تحطي يعني اي شمر، تحطي اي حاجه تاني، اي طعم انت بتحبيه، بس يكون الحاجه اللي هتحطيها مطحونه. هنبتدي الاول نربي الخميره. خدنا كده معلقتين السكر، هي بمعلقتين بمعلقه الشاي. حطيتهم كده في البوله دي، حطيت عليهم معلقه خميره. وانا حطيت معلقه خميره واحده عشان في معلقه كمان بيكنج باودر. حطيت عليهم كده نص كوبايه الميه دي، قلبتهم كويس لما دوبت الخميره مع السكر، وركنتهم على جنب كده وغطيتهم يتفاعلوا مع بعض والخميره هتفور. نبتدي بقى نشتغل بيها. عقبال ما الخميره تفور هنعمل ايه؟ هنسخن السمنه. انا مش عايزه اقدحها لان احنا عاملين كميه قليله، مش محتاجه سمنه مقدوحه. لو هتضعفي الكميه وتعملي كميه كبيره 2 كيلو 3 كيلو هتقدحي السمنه، وطبعا هتضعفي المقادير، وفي الوقت ده هتقدحي السمنه عشان يقعد معاكي فتره. لكن احنا عاملين كيلو واحد، فمش مشكله ان احنا نعمله بسمنه عاديه بس مش مقدوحه. ولكن يعني انا حبيت بس ان انا اسخنها، افكها بس على النار. جبت الدقيق كده، نزلت عليه كل المقادير الجافه، نزلت معلقه بيكنج باودر ورشه فانيليا ورشه ملح، وكمان نزلت معلقه اللهم صل على النبي ريحه الكحك. وزي ما قلت لك تقدري تستغني عنها او تبدليها بينسون او شمر. آه، قلبتهم في بعض كده مع الدقيق، وعملت حفرة نزلت فيها كوباية السمنة وكوباية الزيت بعد ما السمنة ساحت وبقت دافية مش سخنة قوي. تقدري كمان تعملي كوبايتين سمنة أو كوباية ونص سمنة ونص كوباية زيت، وكوبايتين إلا ربع سمنة وربع كوباية زيت. ده متاح ليكي. المادة الدهنية قسمي فيها زي ما انت عايزة، بس ما انصحش بزيت خالص عشان ما ينشفوش. لكن لما انا عاملة الوسط نص الكمية سمنة ونصها زيت عشان يبقى مقرمش من بره وطري من جوه. زي ما انتوا شايفين كده بقى، نزلت السمنة والزيت وابتديت ايه ان انا ادعك فيهم كويس قوي كده. دي كده تفضلي تبسي فيهم. بس هو مش عجن، هو تقليب جامد كده بصوابعك. يعني انت بتحاولي كده انك انت تفركي في الدقيق كويس بين ايديكي كده براحة ايدك وبصوابعك، ان احنا بندخل كل ذرة سمنة في كل ذرة دقيق. عايزين الدقيق كله يتشبع من السمنة، وتفضلي تقلبي فيه زي ما انت شايفة كده لحد ما تمسكي كبشة بايدك كده، تدوسي عليها تلاقيها بتلم، تدوسي عليها بصبعك تلاقيها بتفرك تاني كده، تبقى خلاص بس هنا كويس. هنا كانت الخميرة فارت زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا انا هاخدها كلها كده، بمسح الطبق اللي انا عايزه ايه مقدار الخميره يفضل زي ما هو، وهنزله كده على العجين. وهبتدي برضو اعجن. هتلاحظوا هي في الحته دي بقى، تلاحظوا ان العجينه طريت قوي، ما تتخميش في الموضوع ده لان هي لسه هتشد تاني وهتعوز سوائل تاني عشان نكمل عجن بيها. انا لسه احط ميه بس لازم ابسها شويه الاول. زي ما انتوا شايفين كده الخميره مع السمنه والدقيق وبقيه المكونات، اعملهم كويس، دعكهم كويس زي ما انتوا شايفين كده ببعض. زي ما انتوا شايفين العجينه ابتدت ايه الميه باينه فيها كده. هتفضلي تعجني فيها براحه ايدك كده لحد ما هتلاقي الميه اختفت والعجينه ابتدت ان هي تلم على بعضها كده. لكن انت زي ما انتوا شايفين طول ما هي العجينه مقطعه
بصوا كده العجينه مقطعه، طول ما هي مقطعه كده تبقى لسه عايزه عجن. انا لسه هحط لها كمان شويه ميه. هقول لكم هي خدت ميه كيلو، خد معايا ايه؟ خد معايا كوبايتين، يعتبر كده كوبايتين ميه. انا بحط ايه؟ يعني اقل من ربع كوبايه، شويه شويه كده، لحد عشان برضو ما تتخميش في حته انك تدلق الميه مره واحده فالعجينه تطرى قوي منك، تضطر تحط دقيق فتبوظي المقادير وتلخبطي فيها ايه، ما تطلعش مظبوطه. فاحسن حاجه لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، نزلي زي ما انتوا شايفين كده ربع كوبايه بربع كوبايه وانت بتعجني. طول ما هي العجينه مقطعه تبقى عارفه ان هي عايزه ميه. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت اهو بقى شويه ميه كمان، وهبتدي اعجن. العجينه طريه خالص تحت ايدي، لكن من العجن هتلاقيها لمت شربت الميه، بقى قوامها حلو. التقطيعه اللي فيها دي هتختفي وهتبقى العجينه قوامها حلو، هتشوفوها دلوقتي. واقول لكم كده ان احنا وصلنا لقوام العجينه المظبوط. بصوا حبايب قلبي، الاول كانت العجينه مقطعه مقطعه، يعني تحسوا انها مفرفته كده، لكن اهو كل مدى بتلم على بعضها كده وبتطرى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فضلا وليس امرا، متابعيني الجداد ما تنسوش تعملوا له اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. ومتابعيني القدام حبايب قلبي اللي منوريني دايما، ما تنسوش بقى اللايكات الحلوه اللي بتشجعني. وحبايبي ومتابعيني قولوا لي من اي بلد بتتابعوني عشان دي حاجه بتساعدني، يعني بترفع معنوياتي كده وبتبسطني. بصوا حبايبي العجينه هنا عملت ازاي، لمت وبقت حلوه قوامها حلو. بصي ما مش عامله عرق، يعني انت ما تعجنيش برضو فيها كتير بايديك الاتنين انك تعجني كده زي كاننا بنعجن عيش مثلا، عشان ما تعملش معاك عرق. احنا عايزينها تبقى بتقطع، يعني لما تمسكي حته العجينه تلاقيها بتقطع مش بتمط زي اللبانه، لا. هنا بقى كانت العجينه خمرت، غطيتها وركنتها على جنب، وهنا بعد نص ساعه كانت خمرت. دلوقتي الدنيا حر، ممكن ما تاخدش معاكي نص ساعة، ممكن تبقى أقل. المهم انت اعرفي قوامها، الكمية بتاعتها، ولما هتخمر هتعرفي هي اتضاعفت قد ايه. فتعرفي ان هي كده خمرت. طبعا انا قطعتها، انا كنت بوريكم اللهم صل على النبي، البتاع الحمراء البلاستيكة اللي انا بقطع بيها العجينة دي، انا عاملاها من هي بتتباع، هي بتتباع، لكن انا اللي هي قطعت العجين انا عاملاها برضو في الافكار، في فيديو الافكار دي. غطا علبه سمنه بتاخديه تقصيه كده زي ما انت شفتي بمقص، وبتيجي من الجناب تقص كده الجوانب بتاعته بميلة لفوق، وبيبقى حرفه متساوي، بتستخدميه في تقطيع العجين زي ما انت شفت كده. المهم انا قطعت بها العجين، عملت رول وقطعته بيها. هنا بقى ركنت كده كور العجين، وبعدين جبت دي الملبن انا كنت عجناه كده ودعكاه ببعضه بسمنه، وكنت شايلاه في الفريزر، استنيت لما فك وجبته برضو فردته على حته مشمع كده، مشمع عارفين كيس التلاجة، افتحي كيس تلاجة وحطي كده عليه حته الملبن، حطي عليه كمان من فوق حته كيس مشمع تاني مفرود، واضغط عليهم بايدك او الفرادة دي، وافردي بيهم لما يبقوا وسوين بالسكين، اعملوا مستطيل واركنوهم على جنب. بعد كده وهم في المشمع برضو بقى جبنا بقى حتة العجينة فردناها. بصوا انا هعملها مستطيل برضو زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة المستطيل سمكه نص سنتي، لان هي لسه هتخمر، فيها خميرة وفيها بيكنج باودر. انا برفع لكم حرف العجينة اهو، بصوا بوريكم هو السمك ده حلو قوي، لان احنا لسه هنلفها رول وهتبقى حجمها كبير وكمان لسه هتخمر. هنا بقى المستطيل اللي انا عملته من الملبن زي ما انتوا شايفين كده، جيت فردت حطيته على العجينة بعد ما فردتها، وهشيل المشمع اللي على الوش وهقلب المستطيل كده على العجينة، وهبتدي ان انا بقى ايه، بصوا كانت في حتت كمان هفضل اسوي فيه كده، والحتت العالية افردها اودي منها على الحتت اللي هي الواطية عشان يبقى المستوى بتاع الملبن واحد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لازم نسمي الله كتير ونصلي على الرسول واحنا بنعمل حاجتنا عشان تبقى الحاجة فيها بركة، طعمها يبقى حلو. زي ما انتوا شايفين انا لقيت كده مستطيل الملبن اقل شوية من مستطيل العجين، فبقيت اخد حتت واطول بقى ازود فوق عشان اظبط المستطيل. جيت احط هنا حتة في الجناب لقيتها مش هتكفي، فشلتها تاني وقصيت كده زي ما انتوا شايفين.
اهو شلت حته العجينه الزياده، وهبتدي ان انا بقى ابرم. امسكي حرف العجينه وبرمي كده على الملبن زي ما انتوا شايفين كده، برمي اعملي رول زي ما انتوا شايفين. ادينا في الاخر حاجه حلوه وطعم جميل ولذيذ. حلوه قوي قوي يعني. جربي الطريقه دي، مقاديره بسيطه قوي ومش مكلفه. ايوه شفتوا بقى حته القطعه الحمراء اللي انا عاملاها دي غطا علبه سمنه زي ما انتوا شفتوا كده اهي. بصوا بتقطع حلو العجينه وبتطلعها متساويه وحلوه. دي فكره حلوه برضو، شوفوها في فيديو الافكار هتلاقوني منزلها. بصوا بعد ما قطعت كده اهو، عامل لي الرول، عامل لي دواير حلوه كده محشيه جوه ملبن، حلوه قوي قوي يعني. لسه هنعمل برضو اللي هي الجزء اللي هو بالعجوه، حاجه جميله وسهله. بص مش مكلفه، من كيلو دي هتشوفوا قدامي كميه كبيره والله حلوه، طعمه جميل جدا. مع كوبايه شاي الصبح وكده، بالليل قدام التلفزيون برضو مع كوبايه شاي بلبن، حاجه حلوه قوي. وانتي خارجه كده خدي كام واحده معاكي في شنطتك. جوعتي عيل جاع في السكه تديها له، بتشتغلي خدي معاكي. يعني بصي احنا بنعمل كل حاجه مفيده وافكارنا مفيده لينا كلنا. جبت الصاج كده أنا من غير ما ادهنه ولا حاجه، رصيت فيه القطع كده، وطبعا ركنته عشان هعمل كمان جزء، لان اللي انا عملتهم ما كملوش الصاج. هركنه كده عقبال ما اعمل جزء تاني برضو بنفس الطريقه. هفرد العجينه زي ما انتوا شايفين كده. هنا كان بقى الجزء الاولاني ده، الرول الاولاني انا عاملاه بملبن ساده. ده بقى ملبن من بتاع مولد النبي، اللي هو بقى عارفين اللي هو بيبقى عامل زي الحبل ده. هو اصلا كان جاي رول كده في علبه، بيبقى متغطي طبعا بالنشا، نفضي يا دوبك النشا من عليه. فردته كده هو محشي مكسرات. فهيدينا طعم حلو قوي وطعم غني لكعب الغزال او المنين. قطعته كده طبعا عشان الرول كبير، قسمته بالنص زي ما انتوا شايفين كده، حطيت منه حتت كده وهتنى عليه حرف العجينة وافرد افردها عليه كده، وبعدين ابرم الرول كده على بعضه برضه هيدينا طعم حلو. يعني عايزه اقول لك انا في حلاوه مولد النبي يعني الملبن ملوش عندنا اكيله قوي، فبروح شايلاه. بيبقى ملبن محشي مكسرات، ملبن عادي ساده، بص اي نوع من انواع الملبن انا بشيلهم كده في كيس واحطهم في الفريزر لما باجي اعمل كحك في رمضان او قراقيش طول السنه قبل رمضان. يعني لو اتبقى منه رمضان ماشي بجيب عليه، او لو عندك كميه منه بتنفع في الكحك، في القراقيش، في اللهم صل على النبي، في المعمول. فطبعا جيت اعمل اي حاجه قراقيش برضو، قرص طريه، بحشي منه اي حاجه انا عايزه اعملها. بصي بقى انا كنت عملت العجوه بنفس الطريقه، جبت المشمع برضو بتاع التلاجة، فردته، حطيت العجوه فردتها، حطيت عليها كيس تاني مفتوح وبططتهم على بعض وركنتهم، وجبت برضو جزء من العجينه فردته برضو سمك سنتي، سمك نص سنتي، وحطيت عليه العجوه وبرمتها كده رول. هنا بقى انا كنت الجزء الاولاني عاملاه من غير سمسم، آه، اللي هو من اللي هي يعني عاملاه بالملبن، ما حطيتش عليه سمسم. ده بقى انا عايزه اعمل العجوه والسمسم. جبت شويه سمسم كده حطيتهم في الطبق، بقيت اخد كل جزء واروح مغطسه كده من الجناب في السمسم، هيديله طعم برضو حلو. السمسم بيبقى طعمه جميل في المعجنات. ورصيتهم كده في الصاج ودخلت. بصوا ده اول صاج اللي عاملاه بالملبن، بصوا جميل ازاي، بس هو سخن طبعا. انا عايزه اوريكم سواه من تحت زي سواه من فوق اهو، بس طبعا مش عارفه امسكها سخنه. طعمه جميل جدا، ريحته روعه. ريحه الخبيث في البيت كده بتدي ريحه حلوه كده. بصوا حبايب قلبي، ده جزء من اللي هو بالملبن السادة، والملبن اللي بالمكسرات، وده اللي بالعجوة. في تاني والله كده في الصاج برضو حبة قد دول، يعني الكيلو عمل لي كمية كبيرة. عايزاكم بقى تصلوا الله وتصلوا على الرسول، قولوا لي من اي بلد بتتابعوني وايه رأيكم، واعملوا بنفس الطريقة والمقادير دي عن ثقة، هيديكوا كمية حلوة وطعم جميل ولذيذ. وما تنسوش بقى اللايكات ودعموا قناتي بالاشتراك، شيروا الفيديو، فيديو يستحق. حلو قوي قوي، كله حاجات مفيدة. من كيلو دقيق عملنا كمية. الحاجات دي غالية في الفرن، الكيلو معدي ال 100 جنيه، احنا عملناه بحاجات بسيطة. مع السلامة.